أهلا بيكم. أنا علا الفولي، مدربة فن كتابة الروايات والقصص. حلقتنا النهاردة من روايات لا تنسى، هنتكلم فيها عن الرواية الكلاسيكية. الحقيقة كلمة كلاسيكية نقدر نقول إنها بمعنى الرواية التقليدية، أو ممكن المحافظة، يعني اللي ليها قواعد. مش عايزة أقول قديمة، بس يعني إيه القواعد المعروفة اللي هي زي ما الكتاب بيقول. والروايات دي كتيرة جدا، رغم إننا كعرب يعني الرواية فن جديد بالنسبة لنا. إحنا نعرف الشعر، الحكم، الأشكال القصصية في الفن العربي مأخوذة من الهند، من زي كليلة ودمنة، من فارس، وتضاف عليها حاجات كتير اداها الطبعة العربية زي ألف ليلة وليلة. في كمان يعني أشكال اللي هي المقامات، أو السير اللي هي بتاعة الأبطال اللي بتتقال في قالب شعري زي السيرة الهلالية وعنترة، ويعني حتى مثلا زناتي خليفة، اللي هي الشخصيات اللي جوه السيرة الهلالية نفسها بتبقى ليها حاجة مخصوص، يعني زي تركيز عليها في السير. وبتبقى مسحوبة بالربابة، الناس الشاعر بيغني وبيقول القصة وبيعملها، وما زال ناس يعني طبعا مش كتير لكن موجودين حافظين السير الهلالية، وهي يعني فن مروي، مش مكتوب، لكن اتكتب في العصور الحديثة يعني. لكن الأساس الشكل الرواية بتاعت الكلاسيكية بتاعت الأوروبية ما كانش معروف لحد سنة 1914 لما كتب محمد حسين هيكل روايته زينب. وبعد كده بقى في روايات كتير زي جورج زيدان، زي طبعا بعد كده توفيق الحكيم. لكن في يعني الروائي اللي هتكلم عنه النهاردة هو ثروت أباظة. وأنا اخترت رواية أنا الحقيقة بحبها جدا، لأن هي رواية يعني كلاسيكية قوي، هي فيها الروح المصرية، وده يعني اللي خلاني يعني أختارها إن أنا أتكلم عنها كنموذج للرواية الكلاسيكية. طبعا الروايات الكلاسيكية في الفترة دي كانت كتيرة جدا، لأن ما كانش فيه لسه الروح اللي فيها الحديثة. فالرواية كانت ليها حبكة بسيطة، يعني مقدمة ووسط ونهاية، وفيها الصراع، وفيها أنا مش هنا بتكلم بس عن روايات ثروت أباظة اللي هي تقريبا كلها كده، يعني باستثناء بسيط، لكن أنا بتكلم في العموم. الروايات رغم ان الرواية دي مكتوبة سنة 57، لكن هي بتوصف او الزمن في الرواية ما هواش الزمن في الخمسينات. الزمن في الرواية كان قبل 52، قبل الثورة. وطبعا ده له بعد سياسي شوية، بس ما هو الظاهر في الرواية اطلاقا. يعني هو يعني البعد اللي فيها السياسي مش بيلعب دور كبير، لكن هرب من الأيام سبب اختياري ليها من ضمن روايات ثروت أباظة بالتحديد إن هي فيها طابع الريف المصري، القرية المصرية البسيطة. فيها وصف جميل جدا 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 للأماكن الأشخاص. لما تشوف أي حد اتعامل مع فلاحين لما يقرأ رواية هيحس إن دول هم دول.
لا لما لو أي يعني تحس إنك دخلت جوه القرية، وده رأي النقاد يعني لما كتبوا عنها يمدحوها. ويمكن ده السبب إن التلفزيون اختارها كأول مسلسل طويل ينتجه سنة 63. كانت الرواية عملها أو المسلسل عمله عبد الله غيث ومديحة سالم. الحقيقة كان يعني فعلا مسلسل جميل، بس الحقيقة رواية يعني قراءتها ممتعة. أنا على غير العادة يعني هتكلم عنها بإسهاب شوية. أنا عادة بحرص إن القارئ يعني ما احرقش الرواية، إن قارئ يقراها يبقى متشجع إنه يقرأ الرواية. بس فعلا فعلا اللي هيقرأ الرواية رغم مرور السنين دي كلها هيستفيد، لأنه هيحس إنه هو قدام قرية في الأربعينات فعلا. السرد جميل جدا، ال 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 الشخصيات مرسومة حلوة قوي، مرسومة فيها البعد الإنساني جميل. أهم ما يميز الرواية إن البطل فيها ما هواش يعني شخصية غير اعتيادية، بالعكس شخصية هامشية جدا. دي حاجة غريبة في الرواية الكلاسيكية. شخصية هو البطل طبال، هو تقدر تقول عليه مش طبال، تقدر تقول عليه منادي، اللي هو بيقول للناس ده حصل كذا وحصل كذا، لكن مش طبال مثلا في فرقة أو بتاع. لا لا لا، حاجة على باب الله خالص، ما فيش. شخصية هامشية، هوا الناس مش تقريبا مش شايفاه، وده بيخليه طول الوقت موجود، الناس مش حاسة بيه. وده يعني بيدي إحساس قد إيه المعلومة قوة. هو عنده معلومات عن كل الناس وكل حاجة، وله أمنية واحدة، أمنية غريبة جدا، إن يكون عنده بندقية علشان يقدر يحقق أحلامه. وأحلامه هنا شريرة، ما هياش حاجة كويسة، لكن هو بيقدر في فترة معينة إنه يسيطر على القرية كلها. ودي يعني بيحصل له نقطة تحول جامدة جدا لما بيقدر يعثر أو يسرق البندقية. وفعلا حياته بتتقلب لأنه بيستغل كل نقطة ضعف عند كل الشخصيات. بيسرق فلوس ناس كتير. الحوادث السرقة اللي بتحصل غاية في الروعة. وصف القرية نفسه مبهر. بيكون عصابة وفعلا بيغير حياة القرية كلها. الحبكة بسيطة لكن ممتعة جدا في القراءة. الصراع واضح، وفي نفس الوقت ما هوش صراع ساذج، ما اللي هو إن تلاقي صراع كأنهم بين الملائكة والشياطين. لا، الناس في القرية لهم عيوبهم ولهم أخطائهم ولهم نزواتهم. وتلاقي العمدة مرتشي، بس مش عايز يسمي نفسه مرتشي، أو مش عايز بيعملها بالمداري كأنها هدية. وفي نفس الوقت بيدفع هو رشوة للضابط. بتبقى حلوة قوي لما بينافق الضابط وبيقول له ده اللي قبلك كان حاجة صعبة قوي وكان وحش وكان كشري. يقول له ازاي ده انت بتتكلم عن اخويا؟ يقول له لا لا لا، مش طبعا مش اخو سعادتك، ده اللي هو اللي قبله. يقول له معاك حق، كان كشري فعلا. فايه والضابط بيتقبل الرشوة عادي. وده البعد السياسي اللي انا اقصده في اول الكلام. لكن يعني بتفضل حياة القرية حتى لما بتتقلب بالشكل ده. بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، ولحد ما يعني بيوصل لذروة الأحداث. كل ده حلو جدا. نيجي بقى ايه
للي فيها حاجة مش تمام أو مش مظبوط، مش عايزة أقول مش تمام أو فيها مش مظبوطة قوي، لكن فيها عيب بصراحة خطير، يعني اللي هو النهاية سعيدة زيادة عن اللزوم. يعني العاصي تاب، وال وال والمخطوف هو كمال اللي هو البطل خطف بنت العمدة اللي بيحبها، آم، وأبوها وافق إنه يجوزها اللي بتحبه، وتنازل عن العمودية. يعني لا، كل المشاكل اتحلت في ثانية كده. طبعا دي مش يعني معلش، مش أنا مش شايفاها ده نهاية منطقية ولا معقولة. يعني الحرامية خلصوا على بعض وحاجة يعني فيها وضع غريب كده. الأغرب إن اتحطت فيها مثلا حاجة اللي هي جماعة المثقفين. أنا مش عارفة جماعة المثقفين دول جم منين. المفروض إن فخري اللي هو اللي بتحبه دورية بنت العمدة اللي بيحبها كمال البطل هو المتعلم الوحيد في القرية. طب جماعة المثقفين جم منين؟ يعني دي طبعا يعني حاجة غريبة جدا. وأنا هنا بقى بشير للنقطة دي علشان ناخد بالنا وإحنا بنكتب. دايما الناس في الورش بتسألني السؤال ده: أنا إزاي ألاحظ إن أنا كاتبة حاجة مش مظبوطة؟ أنت تلاحظ بإنك تراجع. بالمراجعة بتبين فيها أخطاء أي حاجة معمولة. الحقيقة الرواية ما فيهاش أخطاء كتير، هي هم دول بس اللي أنا ممكن أخذها عليهم، غير كده. لكن في نفس الوقت في نقطة مهمة جدا، إن أنا ما أقدرش أخرجها عن سياقها التاريخي اللي هي اتكتبت فيه. الفترة دي كانت فيها الروايات في ده الطبيعي، يعني روايات في بداية عهدها، وبيكتبوا حاجات عظيمة كلاسيكية بالنسبة لنا. ما كانش حاجة فن جديد. فكون إن هو يبقى فيه أخطاء، هو طول الوقت هيبقى فيه أخطاء، بس لا، أنا قصدي الخطأ اللي هو زايد. يعني محدش هيكتب حاجة 100%. أنا مش كتاب مقدس ولا قرآن ولا حاجة يعني منزلة، لا، ده رواية، فطبيعي يبقى فيها أخطاء، وطبيعي إن احنا نحاول نتداركها. لكن بالنسبة لوقتها فرواية ممتازة. حتى لو كانت النهاية أسعد من اللازم، وحتى لو كانت اتحطت حاجة مش موجودة أصلا، فالرواية في مجملها جميلة جدا. شخصيات مرسومة حلوة قوي. من أجمل الشخصيات اللي عجبتني وطنية دي فلاحة لقيطة، يعني بتحب البطل وعايزة تتجوزه، وعارفة إن مش ممكن بنت العمدة هتبص له، فنفسها بس إن هو يعني ياخد باله منها. وهو حاطط في مخه إن هو خلاص بقى زعيم عصابة وبقى حاجة، وممكن يخطف بنت العمدة. ومن هنا تسمى الاسم إن هو هارب من الأيام. هو بيحاول إن هو يحط لنفسه وضع يليق بيها ببنت العمدة، لكن دورية مش بتشوفه. حتى لما خطفها ما بترفضه، وهو ما بيقدرش يقبل الحقيقة دي. وهنا يعني الحكاية يعني فيها صراع. مش مسألة إنه صراع طبقي، هو مش مسألة طبقية. هي بتعامله كويس لأن هي إنسانة كويسة، لكن هو شافها هي الوحيدة اللي بتتعامل معاه كويس فحبها. لكن في نفس الوقت ما شافش الفرق اللي بينه وبينها، أو اللي هي شايفاه، أو اللي موجود فعلا. ودي نقطة معمولة في الرواية حلوة قوي، يعني باينة في الرواية. اللي هيقرأ الرواية هيتبسط جدا من حاجات. هيحس إن هو في المكان والزمان
اللي موجود فعلا، رغم انها قرية متخيلة، ما حدش يعني ما هوش قال ان دي قرية حقيقية كالعادة، يعني زي ما هو الطبيعي في القصص يعني. الزمان هيحس ان هو فعلا في وقت ما قبل الثورة، والحياة في القرية والأسلوب المعيشة نفسها، والجرائم، حتى نوعية الجرائم اللي بتحصل هي دي الجرائم اللي احنا بنقرأ عنها في القرى، خصوصا زمان. فالقرية نموذج مثالي، يعني الرواية قصدي نموذج مثالي جدا للقرية المصرية. الحقيقة الرواية دي لما يعني أنا يعني لما كل ما أقراها، لأن أنا قريتها كذا مرة، حبيتها جدا يعني. فأي حد يحب إن هو يقرأ رواية كلاسيكية برشح الرواية دي جدا جدا جدا، رغم إن أنا حكيت لكم الحكاية. أنا طبعا حكيتها باختصار، لكن فيها شخصيات جميلة جدا، مرسومة حلوة قوي، الحوار فيها رائع، إيقاع القصة نفسه في منتهى الروعة، البداية والنهاية والشكل كله متناسق مع بعضه بشكل جميل جدا، الحوار المنسوق في السرد بشكل رائع، الوصف مفيش بعد كده، سواء وصف الشخصيات تحس انك شايفه، او وصف الاماكن، او وصف الجريمة او الاحداث، حاجة روعة. الشخصيات فيها معبرة جدا عن فيها النزعة الإنسانية حلوة قوي، كل واحد له عيوب واضحة من غير افتعال، مرسومة كأنك شايف حد من جيرانك، حد من الناس اللي بتتعامل معاهم، حتى لو بتشتري حاجات في السوق كأنك بتتعامل مع واحد من الباعة مثلا، اللي هم بيتعاملوا مع المزارعين، يعني هتحس بنفس اللغة اللي الناس دي بتتكلم بيها مع بعضها، واضحة قوي، جميلة 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 لأقصى درجة. حتى الشخص اللي هو الثلاثة المتعلمين اللي هما العمدة وفخري وأبوه، دول لغتهم مختلفة، لأنهم برضو مش رغم أنهم من أصول ريفية، لكن هم اتعلموا في الأزهر صحيح. مع أبو فخري أنا مش فاكرة كان اسمه الشيخ حسن تقريبا، والعمدة الاثنين كانوا زملاء في الأزهر، برضو لغتهم مختلفة عن لغة الفلاحين العاديين أهل القرية. وده مهم قوي، مهم إن أنا ألاحظ. وفخري بقى اللي هو شاب وجامعي مختلف، بيوري نقطة مثلا من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي، رغم إنها مش حاجة كويسة، لكن أبو فخري اللي هو الشيخ حسن ده إدى لواحد من ولاده الأرض والتاني علمه، فبقى في واحد معاه اللي قادر إن هو يقوم بالفلاحة وأعمال الأرض ويحافظ عليها، والتاني قدامه مركز مستقبل بإن هو خلاص هيبقى واحد جامعي وله دخل ومش محتاج الأرض، فيبقى الأرض اللي هيحافظ عليها. ده كان جميلة جدا 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 في الرواية. تفكير مش مظبوط، وهو مفروض ان واحد ازهري وان العدل ما بين الاولاد، لكن ده تفكير فعلا الفلاحين. يعني هو بيقول طب انا ارضي هتروح فين؟ يعني انا لازم احافظ عليها. هو ده يعني انا مش بتكلم ان ده صح او غلط، انا بتكلم من ناحيه هو ده التفكير ده اللي احنا الواقعيه. والواقعيه مش معناها ان انا انقل الواقع بالظبط، لا، معناها ان انا اعبر عن الناس، ان انا لما ارسم شخصيه ارسمها مظبوطه مقبوله، لما انا اصدقها كقارئ. هو ده اللي بيخلي
الواحد يقرأ أو يكمل الرواية إنها تبقى حلوة. هل بقى الرواية التصرف ده يبقى صح ولا غلط ده مش مهم، لأن طبيعي إن الرواية بيبقى فيها ناس بتتصرف صح وناس بتتصرف غلط وناس بتتصرف الحاجات اللي يعني أحيانا كده وأحيانا كده، لكن الحاجات اللي هي الأساسية أنا لازم أخد بالي منها، أخد من الطابع الإنساني إن يبقى الشخصيات طبيعية، ما هياش لا ملايكة ولا شياطين، وده الرواية ناجحة فيه بشكل جامد جدا. في كل حتى وهي بتجيب اللي هو العصابة اللي قبلوا إن رغم إن كل واحد فيهم بيحاول يبين إن هو اللي ما فيش منه، ويبالغ في الحاجات يعني نقدر نقول السرقات أو الحاجات اللي عملها، يعني الجرائم، يعني هي جرائم اللي عملها ويبالغ، لكن بيقبلوا إن كمال يبقى رئيس العصابة، ولأنه عنده قدر إن هو يقنعهم بنفسه. ودي نقطة تحول مش عادية، نقطة تحول رهيبة في الرواية، غاية 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 في الروعة. إن إزاي واحد هوى كده مفيش قدر يقنع يعني ناس مجرمة ومجرمين بيرتكبوا فعلا جرائم وبيتكلموا بمنتهى الفخر إن هم بيعملوها، إن هم يقبلوا إن الشخص ده يكون هو الرئيس عليهم. النقطة دي في الرواية جميلة جدا، وحاجات كتيرة قوي فيها حلوة. أتمنى إن انتوا تقروها، لأن اللي هيقراها هيستفيد وهيستمتع، وإن شاء الله نتقابل قريب جدا في روايات جديدة لا تنسى. مع تحياتي، علا الفولي.